السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أول حلقة من برنامجنا رحلة معرفة بالله. والبرنامج ده إن شاء الله على مدار الشهر الكريم هنكون بنتكلم عن أسماء الله، ويعني ونعيش معاها شوية وإزاي نطبق الاسم ده في حياتنا اليومية، وقصص عن الاسم ده ولغة واصطلاحا وحاجات كتير جدا هنتكلم عنها إن شاء الله. تمام. البرنامج ده هنعمله ليه؟ مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. أحصاها هنا معناها إنه عرفها حق المعرفة، يعني مش عارف الاسم بس، مش عارف إن لله اسمه الرحمن الرحيم، لأ. يعني إيه الرحمن؟ أعرفه إزاي؟ أستعمله إزاي؟ دي معنى أحصاه. تمام. فاحنا في هذا الشهر الكريم هنحاول نمسك 30 اسم مميزين شوية ومش كتير أوي نتكلم عنهم، ونتكلم عنهم إن شاء الله ونحصيهم، إن احنا نديكم عنها نبذة، يعني مش سريعة ومش مش مطولة. إن أنا أقولك فيه اسم هنا أهو، والحاجات دي ازاي تعيش بيه. انت عاوز بقى تفصص اكتر عن اسم، اسمع دروس مثلا، اقرأ كتب وهكذا. تمام. فده كان نبذة سريعة عن برنامجنا، وهذه المقدمة في البرنامج اللي امتد في خلال ال30 يوم إن شاء الله. فيلا نبدأ في الحلقة بتاعتنا. عمرك فكرت في الكلمة اللي بنقولها أول ما نتوجع، أول ما نفرح، أول ما نحزن، أول ما نشوف حاجة حلوة، أول ما نشوف حاجة مدهشة؟ بنقول إيه؟ الله. الكلمة ده هي مش مجرد حروف بتتقال، دي وراها معاني كتير قوي. ده السكن، ده الملاذ، ده الطمأنينة، ده السر اللي بيطمن قلبك وسط زحمة الحياة. احنا النهاردة مش جايين نقول كلام نظري بحت، احنا جايين نعيش مع لفظ الجلالة الله، جايين نعيش مع اللفظ الكامل الذي يجمع أسماء وصفات الله كلها في لفظ واحد، وهو الله. فكمل معانا الحلقة للآخر. علماء اللغة بيقولوا إن لفظ الجلالة الله جاي من الألوهية، يعني المعبود اللي المخلوقات كلها بترجع له وتسكن عنده. والله هو الاسم الجامع، يعني لما تقول يا الله أكنك بتنادي على الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام الجبار المقيت الودود اللطيف، وكل أسماء الله وكل صفات الله. نحن إن شاء الله في هذا البرنامج هنتعرض لأجزاء كتيرة منه إن شاء الله. بص حواليك كده، الكون ده لوحة مرسومة بدقة شديدة ومختومة عليها بقدرة الله عز وجل. بص في نفسك، ربنا عز وجل قال ايه؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني بصراحة دقة عمل الأجهزة في الجسم ودقة العمل ثانية بثانية، كل جهاز يساعد أخوه، أقسم بالله دقة متناهية. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. بص قلبك بيتحرك ازاي، شوف انت خدت نفس شهيق وزفير كم مرة في الدقيقتين تلاتة اللي انت بتسمعني فيهم دهولت. ده كله ايه؟ من عند ربنا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شوفوا انت ماشي رايح جاي، شوف كم جهاز اشتغل، شوف كم عضلة اشتغلت، شوف وصلك الدم ازاي. اقسم بالله دقة متناهية. تعالى كده عند طلوع الشمس، شوف تعاقب الليل والنهار، شوف الشمس والقمر، شوف النجوم، شوف الجمال، شوف الجبال، شوف الصحراء، شوف الأرض. دقة متناهية لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. انت تعرف ان لو نسبة الجاذبية اتغيرت سنت واحد، احنا يا اما هنبقى طايرين في الفضاء يا مفعوصين في الارض. اللي ظابط الترمومتر ده هو الله عز وجل بقدرته، هو الذي ييسر الكون، هو الذي يعتني بالنملة الصغيرة في جحرها في جوف الليل. ده هو كله يقولك انت في ايد ملك، في ايد الملك القدوس، في ايد الله، هو الذي يعتني بك، فتكون مطمن قوي. تمام.
أجمل حاجة في اسم الله هو الونس. الله عز وجل مش إله بعيد، لأ، إنه أقرب إليك من حبل الوريد. لما الدنيا تضيق بيك ومفيش حل، اتقفلت ضبة ومفتاح زي ما بنقول كده، ما قدامكش حل إنك ترفع إيدك وتقول يا رب، دي لوحدها كفيلة إنك تجيب لك الحل بين إيديك. والله الله عز وجل هو الذي يسمعك من غير ما تتكلم، هو اللي عارف ما في قلبك، عارف الشعور اللي انت ذات نفسك مش قادر توصفه لحد. معرفتك بالله بتحول خوفك لأمان، لأنك عارف إن الوكيل، إنك وكلت أمرك. حسبي الله ونعم الوكيل، وكلت أمرك، عارف إنه مش هيخذلك، عارف إنك لما ترمي حملك عليه هيساعدك وهيكون بجانبك. تمام. وعارف إن الجبار هو اللي هيجبر بخاطرك ويمسك بإيدك. طبعا الأسماء دي إن شاء الله هنقولها في الحلقات القادمة إن شاء الله. تمام. طيب جينا للفقرة الأهم في الحلقة، إزاي نعيش بالاسم ده في حياتنا. الاسم ده مش مجرد كلام، مش مجرد سبحة ماسكها بتسبح بيها، ولا مجرد يعني كلام عابر راح وجه. لأ، إنك تعرف إن ليك إله وهو الله عز وجل، يعني إنك عارف إنه شايفك فتعمل شغلك بضمير. فعلا اسم الله بيخليك إنسان أحسن، تمشي على الأرض وانت عارف إن ليك سند ما بيغيبش وليك ظهر ما بيتكسرش. إنك تعيش بالاسم ده معناه إنك هيجيلك خير كتير جدا وبركة في وقتك طول ما انت ماشي خطوة بخطوة مع اسم الله. إنك تعرف أن الله عز وجل يراقبك، إن الله عز وجل معك أينما كنت، وهو معكم أينما كنتم. تمام. فاسم الله عز وجل اسم جليل جدا، اسم عظيم، اسم جامع لكل الصفات وكل الأسماء، لازم نعيش بيه في حياتنا اليومية. في الآخر عاوز أقولك إن اسم الله عز وجل هو النور اللي بينور لك العتمة، وهو الحقيقة الثابتة في حياة تتغير كل يوم بل كل دقيقة. تمام. فاللي معاه ربنا معاه كل حاجة. ودي كانت أول محطة معانا في رحلة معرفة بالله، وهو اسم الله عز وجل الاسم الجامع. بكرة إن شاء الله هيكون معانا اسم اللطيف اللي بيحلها من غير ما تحس. تمام. فتابعنا وانشر الفيديوهات بتاعتنا في كل حتة عشان كل استفاد. متنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتقول لنا رأيك في التعليقات. وصوما مقبولا وإفطارا شهيا. وطبعا ما تنساش إنك تحسن النية في رمضان، إنك تأدي فيه أقصى ما عليك، وحاول ما تضيعش لحظة، لأن الدقيقة اللي بتروح ما بتجيش غيرها. ويا رب اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين في هذه الليلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.